في قلب الصحراء الكبرى، حيث تتشابك الرمال بجذور التاريخ العميقة، يعيش شعب يدعى الحراطين. اسم يردد منذ قرون، لكنه ما زال غامضاً في ذاكرة التاريخ. الحراطين ليسوا قبيلة واحدة ولا عرقاً محدداً، إنهم امتداد لإنسان عاش هنا منذ مئات السنين، تماهى مع الأرض والسماء، وترك بصمته في كل نخلة وفي كل حبة رمل. التجاعيد على وجوه الكبار تروي حكايات صمت طويل. بين الحرية والعبودية ضاعت هوية الحراطين لقرون طويلة. فمن هم حقاً؟ وكيف أصبحوا جزءاً من نسيج اجتماعي معقد يمتد من نهر السنغال إلى جبال الأطلس؟ تغيب الشمس ببطء، ويغيب معها ضوء الحقيقة التي سنحاول اكتشافها في رحلتنا القادمة. رحلة في ذاكرة الرمل، نبحث فيها عن الإنسان قبل أن تطمس معالمه تحت غبار التاريخ. في عمق التاريخ، قبل أن ترسم حدود الدول، كانت الصحراء الكبرى طريقاً للتجارة والهجرة والعبور. على هذه الرمال سارت القوافل من تمبكتو إلى مراكش، ومن وادي درعا إلى تدميت، تحمل الذهب والملح والعبيد. يرجع المؤرخون أصول الحراطين إلى موجات قديمة من الشعوب الإفريقية السوداء التي استقرت في الواحات بعد أن عبرت الصحراء من الجنوب نحو الشمال. تزاوج بعضهم مع الأمازيغ والعرب، فكان منهم جيل جديد يحمل ملامح إفريقيا ولسان العرب وروح الصحراء. لكن مع توسع تجارة الرقيق في العصور الوسطى، أصبحت حياة كثير منهم مقيدة بقيود لا ترى. كانوا يعملون في الحقول، يحفرون الآبار، يزرعون النخيل، ويشيدون القصور الطينية التي يسكنها غيرهم. لكن حين يأتي موسم الحصاد، كانت ثمرة تعبهم تذهب لغيرهم كأنهم غرباء في أرض سقوها بعرقهم. يقول أحد الشيوخ في الجنوب المغربي: كنا نعيش بين الخوف والولاء، نخدم القبيلة، نحمل اسمها، لكننا لسنا منها. لم تكن العبودية دائما بالسلاسل، بل بالعرف والاسم والمكانة. فالحراتي لم يكن يملك حريته كاملة، حتى لو عاش بلا قيود ظاهرة. كان يعرف أن نظرة الآخرين إليه لا تتغير بسهولة، وأن الانتماء في تلك المجتمعات لا يمنح بل يورث. ومع ذلك ولد من رحم هذه المعاناة وعي جديد، وعي بأن الكرامة ليست هبة من أحد، بل حق يكتسبه الإنسان حين يعرف قيمته. وهكذا بدأ الحراتين يخطون طريقهم نحو التحرر، ليس بالسيف بل بالعمل والصبر والإصرار على أن يكونوا جزءاً من الحاضر، لا مجرد ظل من الماضي. مع مطلع القرن العشرين بدأت رياح التغيير تهب على الصحراء الكبرى. الاستعمار الأوروبي الذي دخل المنطقة لم يكتفي بتقسيم الأرض، بل غير أنظمة الحياة والعلاقات القديمة بين الناس. ومع هذا التحول بدأت فكرة الحرية تتخذ شكلاً جديداً في أذهان الحراطين. الحراطين الأبرار الأشراف اللي يلو مكانوا في الدولة ما تحراري للفقود وانتم، لا هما الجهير الحسيان، لا هما الوقوف البوليان، لا هما المسيحة الطليان والتنكير في في واحات موريتانيا والمغرب والجزائر بدأت تظهر أولى بوادر الانعتاق من التبعية القديمة. لم يعد العمل في خدمة القبائل قدراً أبدياً، بل وسيلة للعيش فقط. وبدأ الحراطين يطالبون بما حرموا منه طويلاً: التعليم، الأرض، والمساواة في المكانة. دوكو مقامعهم حتى زادت كثير كبار ومهندسين المعمار، وبفضل القدير الجبار المنان المال ولومه صبروا على ياسر ما نختار نطول به المنظومه باللي واضح والتكرار يخلي الحجه معدومه. ومع ذا كامل من الاخبار ما زالوا فيها محرومون الرئيس سوى المحتار، وهما منهم وشنو هما الحراطين الابرار الاشراف اللي يلومه كانوا في الدوله ما تحراري لين تقول. في العقود الأخيرة تغير موقع الحراطين في مجتمعاتهم، لا كموضوع للتاريخ بل كقوة فاعلة في الحاضر. جيل جديد خرج من الظلال إلى الضوء، حاملا قلما بدل الفأس وصوتا بدل الصمت. في المدارس والجامعات أصبح أبناء الحراطين يجلسون في الصفوف الأمامية،
يناقشون ويحلمون ويتفوقون. لم يعد التعليم حكراً على فئة دون أخرى، بل صار وسيلتهم لاختراق أسوار التهميش الطويل. ومن بين هؤلاء ولد معلمون، أطباء، مهندسون وسياسيون، جيل يرفض أن يعرف بدمائه القديمة بل بما يصنعه اليوم. في السياسة برزت شخصيات من الحراطين في البرلمانات والمجالس المحلية تتحدث باسم الناس وتطالب بالعدالة الاجتماعية. وفي المجتمع المدني أنشئت جمعيات تدافع عن حقوق العمال والتعليم والمساواة بين المواطنين. لكن رغم هذا التقدم ما زالت آثار الماضي تلقي بظلالها في بعض المناطق، فالفقر والتمييز لم يمحيا تماما، والوعي المجتمعي ما زال يحتاج إلى وقت لينضج. بهذه الكلمات تختصر جيلا جديدا من الحراطين، جيلا يعرف أنه لا يغير التاريخ بالانتقام بل بالمعرفة وبالإصرار على أن يكون الحاضر له أيضا. وهكذا بدأ الحراطين يكتبون فصلهم الجديد، لا في كتب الآخرين بل بأيديهم هم، على أرض طالما زرعوها بعرقهم، وها هم اليوم يزرعونها بالأمل. الجزء الثامن. لكن خلف هذه الحكايات هناك واقع آخر يطفو بهدوء. ففي بعض القرى ما زالت النظرة القديمة تسكن العقول وأن تغيرت القوانين. هناك من يرى الحراطين على أنهم أبناء خدمة أو طبقة دنيا، رغم أن الكثير منهم صاروا أطباء، أساتذة وسياسيين. شاب من تمنراست يقول: احنا ما بغينا لا شفقة ولا صدقة، بغينا نعيش بكرامتنا، نكون جزء من الوطن، ماشي ظلوا. إنها معركة طويلة ضد التمييز، لا تخاض في الشوارع بل في العقول والقلوب. معركة من أجل الاعتراف، من أجل أن يرى الحراطين كما هم، بشر متجذرون في هذه الأرض مثل النخيل الذي لا يموت مهما اشتد القيظ. تغيرت الأحوال مع الزمن، فالأجيال الجديدة لم تعد ترث القيود نفسها. اليوم يرفع الحراطين رؤوسهم في مجالات شتى: التعليم، الفن والسياسة. من وادي سوف إلى شنقيط، ومن تندوف إلى أدرار، أسماء لامعة تركت أثرا يشهد له. لقد صار وعي الحراطين اليوم امتدادا لنضال طويل لا يسعى للانتقام بل للإنصاف، فهم لا يريدون أن تمحى الذاكرة. لكن خلف هذه الحكايات هناك واقع آخر يطفو بهدوء. ففي بعض القرى ما زالت النظرة القديمة تسكن العقول وإن تغيرت القوانين. هناك من يرى الحراطين على أنهم أبناء خدمة أو طبقة دنيا، رغم أن الكثير منهم صاروا أطباء، أساتذة وسياسيين. إنها معركة طويلة ضد التمييز، لا تخاض في الشوارع بل في العقول والقلوب. معركة من أجل الاعتراف، من أجل أن يرى الحراطين كما هم، بشر متجذرون في هذه الأرض مثل النخيل الذي لا يموت مهما اشتد القيظ. تغيرت الأحوال مع الزمن، فالأجيال الجديدة لم تعد ترث القيود نفسها. اليوم يرفع الحراطين رؤوسهم في مجالات شتى: التعليم، الفن والسياسة. من وادي صوف إلى شنقيط، ومن تندوف إلى أدرار، أسماء لامعة تركت أثرا يشهد له. لقد صار وعي الحراطين اليوم امتدادا لنضال طويل لا يسعى للانتقام بل للإنصاف، فهم لا يريدون أن تمحى الذاكرة بل أن تروى بالصدق. تغرب شمس الصحراء ببطء لتترك خلفها دفء الرمل وعبق التاريخ. تسمع أصوات الأطفال تلعب بين النخيل، ونساء يضحكن قرب السواقي، كأن الماضي أذابه الزمن في نهر الحياة الجاري. الحراطين اليوم ليسوا مجرد صفحة من الماضي، بل نبض من حاضر يعيد تعريف الهوية والكرامة والانتماء. فهم أبناء هذه الأرض مثلما هي أمهم، حملت في رحمها الحكاية والدم والعرق. وفي نهاية الرحلة لا يبقى السؤال من هم الحراطين، بل ماذا علمونا عن الإنسان؟ علمونا أن الحرية لا توهب بل تنتزع بالإصرار، وأن الكرامة لا تطلب بل تصنع بالفعل والإيمان. في رمال الجنوب ووسط واحات الصبر يستمر الحراطين في كتابة تاريخهم بحبر من النور لا من العبودية.